السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. بتبدأ القصة يا صديقي سنة 30 قبل الميلاد مع نهاية حكم البطالمة في مصر على يد إكتافيوس اللي هيقدر إنه يهزم ماركوس أنطونيوس وكليوباترا، وتتحول مصر لولاية من ولايات روما لمدة 700 سنة تقريبا. نظام الحكم كان بيمشي كالتالي: حاكم الإمبراطورية اللي هو موجود في روما كان بيعين والي ينوب عنه في حكم مصر يدير شؤونها ويكون هو المسؤول أمام الإمبراطور عن مصر، لكن الوالي كان عارف نفسه إنه بعد سنة أو اتنين هيمشي ويجي واحد تاني مكانه، فكان بيهتم بمصلحته الشخصية على حساب مصلحة المصريين، وده هيخلي المصريين يعانوا بدرجة كبيرة. اما من الناحيه الاقتصاديه مصر كانت بالنسبه لروما صومعه غلال تاخد منها وقت ما هي عايزه. مش بس كده، دي فرضت الضرائب على المصريين في كل حاجه هيعملوها. المصريين كانوا شايفين ان الرومان اغتصبوا ارضهم وما يختلفوش كتير عن البطالمه اللي كانوا محتلينها قبل كده، يعني كده الوضع ما اتغيرش، بالعكس ده زاد سوء. الحقيقة إن في بداية حكم روما يا صديقي الرومان ادوا الحرية للمصريين في إنهم يعبدوا اللي هم عايزينه، لأن ديانة مصر في الوقت ده كانت وثنية، والديانة في روما برضه وثنية، يعني ما فيش أي مشاكل، بالعكس ده هم كانوا مرحبين جدا بالموضوع وأخذوا بعض الآلهة المصرية وعبدوها في روما. ولكن هتحصل حاجة تخلي الموضوع ياخد اتجاه تاني خالص. في بداية القرن الأول الميلادي يا صديقي هتبدأ تظهر الديانة المسيحية في فلسطين اللي هي جنب مين؟ مصر. وبالفعل الديانة المسيحية هتبدأ تتسرب واحدة واحدة لداخل مصر. وفي القرن الثاني الميلادي بيزيد عدد أنصار الديانة المسيحية بدرجة كبيرة. مين هيقلق؟ روما. الرومان كانوا بينظروا للقوى المسيحية في مصر نظرة ارتياب، واعتبروها مصدر للفوضى وإثارة التمرد على الحكومة الرومانية. وفي سنة 249 في عهد الإمبراطور ديكيوس هيبدأ اضطهاد الرومان للمسيحيين. الإمبراطور ديكيوس أمر بأن أهالي مصر يقدموا قرابين للآلهة الوثنية، عشان هو عارف أن المسيحيين هيرفضوا أن يقدموا قرابين للآلهة، وبالتالي يقبض عليهم ويقتلهم. ومن سنة 284 لحد 305 في عهد الإمبراطور دقلديانوس وصل الاضطهاد لأشد أنواع القسوة. المراجع بتقول إن آلاف الرجال والنساء ماتوا على يد قوات الرومان. لكن في سنة 313 في عهد الإمبراطور قسطنطين الأول هيطلع مرسوم بيسمح فيه للديانة المسيحية في مصر ويعتبرها زيها زي أي ديانة تانية في الدولة. لحد هنا يا صديقي روما كانت منقسمة لجزئين: روما الغربية بقيادة قسطنطين وروما الشرقية بقيادة ليسينيوس. فيقوم قسطنطين يهزم حاكم روما الشرقية ويوحد الإمبراطورية الرومانية، واختار موقع في تركيا حاليا عشان يأسس عليه عاصمة جديدة تكون مركز لحكمه، سماها القسطنطينية على اسمه. وهيتغير اسم الإمبراطورية الرومانية للإمبراطورية البيزنطية. ممكن نعمل فيديو عن القصة دي، بس مهم نرجع لموضوعنا. في سنة 381 في عهد تيودوسيوس هيخلي المسيحية دين الدولة الرسمي والوحيد في الإمبراطورية كلها. ممكن يا صديقي تفتكر إن المسيحيين اللي عايشين في مصر كده خلاص هيعيشوا في سلام، ولكن للأسف برضه لا، لأن يظهر خلاف بين المسيحيين وبين بعض حول طبيعة السيد المسيح. حسب المراجع إن إثناسيوس اللي هو بطريرك الإسكندرية كان متبني مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح، وفي بطريرك تاني اسمه آريوس كان معتقد بمذهب الطبيعتين. المهم إن الإمبراطور قسطنطينوس هيتبنى مذهب الأريوسي، وبالتالي هيرفض مذهب إثناسيوس وهيأمر بطرده من كرسي الإسكندرية، وهيبدأ سلسلة جديدة من العنف والاضطهاد ضد المسيحيين. يا نهار اسود، يعني اللي فات ده كله ما كانش اضطهاد؟ للأسف يا عزيزي ده كان تسخين بس. وفي سنة 610 هيتولى هرقل أمر الإمبراطورية البيزنطية، وفي 631 هيعين بطريرك على الإسكندرية اسمه كيرس، أو زي ما بيسميه العرب المقوقس. المقوقس كان متبني مذهب الإرادة الواحدة عكس مذهب المصريين، فبدأ يضطهد المصريين اضطهاد رهيب استمر لمدة 10 سنين كاملة. في الفترة دي هتبدأ تظهر قوة جديدة. مين؟ المسلمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيبعت رسائل لكتير من الزعماء والأمراء، واللي منهم المقوقس. فكتب إليه سيدنا محمد رسالة بيقول له فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. وفي نهاية الرسالة الآية 64 من سورة آل عمران. فرد المقوقس على سيدنا محمد رد جميل وقال له: فهمت ما تدعو إليه، وعلمت أن نبيا بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسله وبعثت إليك بجاريتين لهما مقام في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام. والوضع هيستمر بدون أي تطورات من ناحية المسلمين أو البيزنطيين في مصر لحد سنة 637. المسلمين هيفتحوا بيت المقدس وهتبدأ مشاورات حول فتح مصر بحكم إنها البوابة اللي هيدخلوا منها لإفريقيا. وهنا يظهر القائد عمرو بن العاص. عمرو بن العاص زار مصر قبل كده في تجارة، فبدأ يقدم معلومات متكاملة للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالخليفة أسند عملية التنفيذ وقيادة الجيش لعمرو بن العاص، وهيبدأ الجيش في التحرك نحو مصر. في يناير 640 ميلادية يوصل جيش المسلمين للعريش. بصراحة مصادر بتقول إن ما حصلش أي قتال في فتحها، ومن العريش للفرمة وفي بلبيس كانت أول مواجهة حقيقية بين المسلمين بقيادة عمرو بن العاص وبين الرومان بقيادة الأرطبون، وقدر إن المسلمين إن يهزموا جيش الرومان هزيمة ساحقة. وفي يونيو 640 ميلادية الخليفة عمر بن الخطاب هيبعت مدد من الجيش لعمرو بن العاص مكون من 4000 رجل، على كل 1000 رجل ب1000 رجل، وهم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسود ومسلم
مسلمه بالمخلد، وهيبدأوا يتجهوا ناحيه حصن بابليون، اقوى حصن للبيزنطيين بعد الاسكندريه. سكان الحصن وافراد الحاميه اللي بتحميه كانوا عارفين ان الحصار هيطول لسببين. الاول ان ابتدى وقت الفيضان وارتفاع ميه النيل، فيتعذر على المسلمين انهم يعدوا او يهجموا على الحصن، وانهم هيضطروا يستنوا شويه لحد ما الميه تنزل. والسبب الثاني ان مناعه الحصن ومتانه اسواره وبسبب الميه اللي بتحيط بيه هتشكل عائق قدام المسلمين. ولكن اللي هيزيد خوفهم واحباطهم ان كثير من المصريين هيعتنقوا الاسلام وكمان هينضموا لجيش عمرو بن العاص، فكانوا بيساعدوه وبيدلوه على الطرق والمواقع وبيقولوا له على اوضاع واسرار الروم. والمقوقس ادرك ان المسلمين صابرين على القتال وانهم هيقتحموا الحصن لا محاله، ويأس من الامدادات اللي بتوصل من الخارج، فاضطر انه يعقد اجتماع مع اركان جيشه عشان يتشاوروا في الموضوع. وقرر المقوقس بانه يذهب بنفسه عشان يفاوض عمرو بن العاص، ولكن بشكل سري عشان مفيش حد من المدافعين على الحصن يعرف وتقل عزيمتهم. وخرج المقوقس من الحصن في نص الليل مع مجموعه من اعوانه، وطلب من عمرو انه يرسل له جماعه من ذوي الراي عشان يعرف شروطه. فبعت له وفد برئاسه عباده بن الصامت، ولما دخلوا على المقوقس استصغر من عباده لسواده وقال: نحوا هذا الاسود عني ودعوا غيره يكلمني. فقالوا: هذا الاسود افضلنا وهو سيدنا. فقال المقوقس: تقدم يا اسود وكلمني برفق فاني اهاب سوادك. فتقدم عباده وقال له: بعثنا الامير عمرو بن العاص لثلاث خصال: اما ان تدخل الاسلام، واما ان تدفع الجزيه وتكون امن على نفسك من القتال، واما تقاتلنا ونقاتلك ولا ثم لها وجه الرابع، يعني ما فيش اي حل ثاني. فشاور المقوقس قواده لكنهم رفضوا عرض المسلمين، قرروا المواجهه. لحد هنا يا صديقي القصه لسه ما بداتش، في الواقع هي هتبدا الفيديو الجاي، فتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد. ما تنساش تحط لايك للفيديو. سلام.